मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शेख अली नजवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और आपसे खिताब फरमाए। बावाज बुलंद सलवात से इस्तकबाल फरमाइए। الحضور الكريم، زوار سيد الشهداء، المحفل المبارك، المحتفلون الأكارم بين الجنة والجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم أبي الزهراء محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نتقدم إلى مقام مولانا وإمام زماننا وإلى العالم الإسلامي أجمع، وإلى الحضور المحتفل بهذه الليلة، بهذه الليالي المباركة، بأسمى آيات التهاني والتبريك، سائلا العلي القدير أن يجعل هذه الفرحة وهذا السرور وهذا الاجتماع في عين رضا الله سبحانه وتعالى، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. मोहतरम हाजरीन, मोहतरम ज़ायरीन, खुशियाँ मनाने वाले मेरे अजीज़ों, दो जन्नतों के दरमियान बैठे मेरे अजीज़ों, आपकी खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले अपने वक्त के इमाम ज़माना की खिदमत में मुबारकबाद देता हूँ, पेश करता हूँ, आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप जो खुशियाँ मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, इन मुबारक रातों में आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ यही है खुदा से कि हमारी और आपकी ये खुशी और ये आपका इज्तिमा खुदा की रज़ा के लिए हो, और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इनकी बरकत से हमें खुदा की मर्ज़ी हासिल हो। أيها الجمع الكريم، نحن شيعة ومحبي وأتباع أهل البيت عندنا عهد مع الله منذ عالم الذر، أننا عاهدنا الله بأننا نؤمن بدينه ونلتزم بأنبيائه ونوالي أولياءه ونعادي أعداءه. وما اجتماعنا اليوم في هذا المكان المبارك بجوار هذا المرقد الطاهر العظيم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان يوم ولادته هو إعلان لشهادته، ويوم شهادته هو يوم ولادته صلوات الله عليه. فنحن منذ ذلك الأزل وإلى اليوم نحتفظ بهذا العهد وبهذا الوفاء، ونسأل الله أن يبقينا على هذا الولاء وعلى هذا الانتماء في هذه الدنيا، حتى نحشر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بعملنا المقبول إن شاء الله، وبحبنا لمحمد وآل محمد. ऐ मेरा मोहतरम मजमा, हम अहले बैत के शिया हैं, हम अहले बैत की पैरवी करने वाले लोग हैं। आलम ज़र से हमने अल्लाह से अहद किया था कि हम उसके दीन पर ईमान रखेंगे, उनके अंबिया की पैरवी करेंगे, और औलिया से मोहब्बत करेंगे, और इनके दुश्मनों से नफ़रत करेंगे। इस मुबारक मकाम पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवार में हमारा ये इज्तिमा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के दिन ही उनकी शहादत का ऐलान था। उस दिन से आज तक हम अपने उस अहद व पैमान पर बाकी हैं, और खुदा से दुआ भी यही है कि हम अपने इस अहद व पैमान पर बाकी रहें,
और जब हमारा हश्र हो मैदान महशर में कि जब कोई दौलत न माल न बेटे न औलाद काम आए, तो वहाँ भी हम अपने इस अहदो पैमान पर बाकी रहें। أحباب الحسين المحتفلون الكرام، هناك باب في الجنة سمي باسم الحسين سلام الله عليه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ندخل من ذلك الباب. أيها الجمع الكريم، حينما نستذكر الولادة المباركة ونحتفي بهذا الاحتفال بعد أن توقف لعامين، نقول للعالم أجمع أن كرامات الحسين كانت ولا تزال وستبقى. حينما جاء البلاء والوباء على العالم وعطل الحياة في أرجاء الدنيا، بل أصبح العالم بعد وباء كورونا هو غير العالم قبل وباء كورونا. طريقة التعامل بين الناس، طريقة البروتوكولات الدولية في التعامل، طريقة السفر، طريقة اللقاءات والتعاشر، كلها اختلفت، وأصبح هناك مساحات للتباعد ونظام جديد وقوانين حديثة سنتها دول لأجل أن تحتمي من هذا الوباء. ولكن الحسين لأنه سفينة النجاة، ولأنه سلام الله عليه يذكرنا بالله ويريدنا أن نرجع إلى الله وأن نفهم أن الأوبئة والبلايا إنما تأتي لابتعاد الناس عن الدين وعن الحق وعن إرادة الله وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك حينما زحف الملايين أكبر تجمع على وجه الأرض في يوم 10 من محرم في أيام كورونا، حدث هنا في هذه الأرض، على هذه الأرض في كربلاء عند باب الحسين عليه السلام. ومن بعده الاجتماع الثاني الأكبر، وهو اجتماع زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أكثر من 10 مليون، أكثر من 15 مليون جاءوا زائرين زاحفين متوجهين إلى الله بالحسين. انخفضت، وهذه الأرقام حينما أقولها مثبتة عند الجهات الرسمية في العراق وعند منظمة الصحة العالمية في العراق، أن أرقام الإصابات نزلت وانخفضت في العراق لمن شارك في هذه الزيارة. أقول الحسين باب الله، الحسين كرامة الله، الحسين بدمه جاء لينقذ هذه الأمة ويهديها إلى سواء السبيل. فما علينا أيها الكرام إلا أن نتمسك بسيد الشهداء وبالدين الذي جاء به جده وضحى به الحسين هنا على هذه الأرض الكريمة المباركة بدمائه الطاهرة صلوات الله عليه. इमाम हुसैन के चाहने वालों, जन्नत में एक दरवाज़ा है कि जिसका नाम इमाम हुसैन के नाम पर है। अल्लाह से यही दुआ है हमारी कि परवरदिगार हमें जन्नत में उस दरवाज़े से दाखिल करे। हम जब विलादत का जश्न मना रहे हैं, 2 साल ये जश्न नहीं हो सका, 2 साल के बाद हम पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं और दुनिया जानती भी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करामतें कल भी थीं, आज भी हैं और कल भी रहेगी। दुनिया पर वबा आई, कोरोना जैसे वबा ने पूरी दुनिया को रोक के रख दिया, थम गई सारी दुनिया। आलमी तरीक़े बदल गए, मुल्कों ने नए नए कवानीन बनाए, दूरियों को यकीनी बनाया जाने लगा, सफ़र के कानून बदल दिए गए,
मुलाकातों के अंदाज बदल दिए गए, नए नए कवानीन बनाए गए ताकि इस कोरोना को रोका जा सके। लेकिन मेरे अजीज़ों, याद रहे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजात की कश्ती हैं, हमें खुदा की तरफ ले जाते हैं, हमें खुदा की याद दिलाते हैं और चाहते हैं कि हम सब अपने खुदा की तरफ पलट जाएं। याद रखिए, दीन, इस्लाम, हक़, अम्र बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर के सबब की से दूरी के सबब वबाएँ आती हैं, बलाएँ आती हैं। आपने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि मिलियनों की तादाद में 10 मुहर्रम को इसी करबला में कोरोना वबा के बावजूद एक बड़ा अजीम इज्तिमा हुआ। दूसरा इज्तिमा 40 का चहलुम का था कि जिसमें 10 से 15 मिलियन ज़ायर कदमों पर चलकर इमाम हुसैन की खिदमत में आने लगे, खुदा की तरफ हिजरत कर रहे थे। आलमी सेहत की तंजीम ने भी इसे नोट किया, इराक़ की हुकूमत ने भी इसे नोट किया और ये बातें लिखी हुई हैं कि ज़ियारत के बाद यहाँ कोरोना की तादाद में कमी वाक़ हुई। जो लोग ज़ियारत कर कर यहाँ से गए उनको कोरोना से वो महफूज रहे। इसलिए कि हम को चाहिए भी यही कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर से मुतमस्सिक रहें। नजात की कश्ती है मेरा हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन के लिए अपना खून तक दे दिया। हम ज़रूरी है कि हम उनसे मुतमस्सिक रहें और खुदा की तरफ पलटते रहें। أيها الكرام، إن الحسين سلام الله عليه به الشفاعة وأكثر من الشفاعة. الله سبحانه وتعالى أعطى لسيد الشهداء ما هو أكثر من الشفاعة. أذكر لكم قصة حدثت لرجل كان هو وزوجته لا يرزقون الأطفال، وكانوا من مخالفي أهل البيت، وكان من النصاب لأمير المؤمنين. نذروا إن رزقهم الله سبحانه وتعالى بمولود سيجعلون هذا المولود ممن يؤذي زوار الحسين وقاطع طريق لزوار الحسين. فعلا رزقوا بمولود. بعد أن كبر هذا المولود أرسلوه إلى العراق لكي يؤذي زوار الحسين. جاء إلى العراق، وصل إلى مدينة إلى قرب المسيب بأطراف كربلاء. كمن على الطريق كان ينتظر زوار الحسين لكي يمروا لكي يقوم بالاعتداء عليهم. أثناء انتظاره للزوار غفت عينه، نام ورأى في منامه أن المحشر قد حان والقيامة قد قامت، وأن الله سبحانه وتعالى قد أمر به الملائكة أن يأخذوه إلى نار جهنم. هو خلال هذه الفترة حينما نام كان هناك مجموعة قافلة من الزوار قد مرت وهو لم يشعر بهم. أمر الله بالملائكة أن تأخذه إلى النار. أخذ إلى النار، أدخل إلى النار، لكن النار لا تمسه، لا تحرقه. فاستغربوا، قالوا لماذا؟ قالت الملائكة لأن على جسده غبار من تراب زوار الحسين. لذلك حينما نهض قام باكيا وذهب وجاء إلى زيارة الحسين عليه السلام، وأنشد الأبيات المعروفة: إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه تراب زوار الحسين. هذا الرجل أصبح عالم من علماء الشيعة ورجل من رجال الشيعة، وله قبر الآن في الحلة يسمى بالخلعي، وسمي بهذه التسمية لأنه حينما جاء في مرة من المرات بعد أن هداه الله
إلى الإيمان والولاء جاء لزيارة الحسين، وكان ينشد الأبيات في حب أهل البيت. سقطت عليه إحدى الستائر من أبواب الحسين وأخذها وفصل منها ثياب خلع كما يلفظ بالعربية، واليوم قبره يزار في الحلة. أقول الحسين منقذ روحي فداه، الحسين سفينة نجاة هذه الأمة. أيها الكرام، جعلنا الله وإياكم ممن تنالهم رحمة الحسين وينقذنا الحسين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. میرے محترم عزیزوں، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کو شفاعت کا حق دیا ہے؟ نہیں، اس سے بھی بڑھ کر پروردگار عالم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو حق دیے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک مرد کا واقعہ ہے، ایک میاں بیوی کہ جس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، دشمن اہل بیت تھا، ناسبی تھا، اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا، اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے منت مانی کہ اگر بچہ ہوا تو اس بچے کو بڑا کرنے کے بعد اس کو بھیجے گا تاکہ وہ زائروں کا راستہ روکے، حسین کے زائروں کو ستائے، اس کو قتل کرے۔ ایک زمانے کے بعد اس کے یہاں ایک بچہ بھی ہو گیا۔ جب بچہ ہو گیا تو اس نے، جب وہ بڑا ہوا تو اس کو اس نے عراق بھیجا۔ یہ مسیب کے قریب میں ایک جگہ پر آ کر وہ اس راستے پہ آ کر بیٹھ گیا کہ جہاں سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زائر گزرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو قتل کرے گا، ان کو ستائے گا، ان کو تکلیف دے گا۔ کہتے جب وہ بیٹھا ہوا تھا، انتظار کر رہا تھا، اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گیا۔ اسی اثناء میں زائرین کا ایک قافلہ وہاں سے گزر کر چلا گیا۔ کہتا ہے کہ جب اس کی آنکھ لگ گئی، اس نے یہ دیکھا کہ محشر ہے، محشر میں حکم خدا ہوا فرشتوں کو کہ اسے لے جاؤ، لے جا کے جہنم میں ڈال دو۔ اسے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ جہنم میں ڈال دینے کے بعد فرشتوں نے دیکھا کہ جہنم کی آگ اسے جلا نہیں رہی ہے۔ پوچھا گیا آخر ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا اس کے بدن میں زائر حسین کے قدموں کی خاک کا ایک ذرہ تھا۔ اگر نجات چاہتے ہو۔ پھر بعد میں وہ شخص جب بیدار ہوا، متوجہ ہوا، زیارت کو آیا، آنے کے بعد اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کو ہدایت دی، اور بعد میں ہمارا ایک بڑا عالم بنا جن کی قبر حلہ میں موجود ہے، جس نے مشہور اشعار کہے تھے، میں اشعار کا ترجمہ نہیں لکھ پایا، جس کا ایک یہ ہے، اگر نجات چاہتے ہو تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرو۔ دوستو، امام حسین نجات کی کشتی ہیں، ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، ہم ان سے متمسک رہیں۔ أيها الكرام، ونحن نتحدث عن الولادة المباركة لسيد الشهداء في مثل هذه الليالي، من الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض بأن جاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وطل نوره على هذه البسيطة. وحينما علم النبي صلوات الله وسلامه عليه جاء مسرعا فرحا وباكيا في نفس الوقت. هناك روايات عديدة في ولادته صلوات الله وسلامه عليه. أقول لكم أيها الكرام إحدى هذه الروايات، حينما شاهد الحسين بكى. قالت له الزهراء: لم تبكي يا أبا؟ قال: أبكي لما سيحدث عليه، ستقتله أمتي من بعدي. فبكت الزهراء وقالت: يا أبا في أي زمان هذا؟ قال لها: في زمان خال مني ومنك ومن أبيه ومن أخيه. قالت: فمن يبكي عليه؟ قال: سيخلق الله له شيعة
سيخلق الله له شيعة يبكون عليه. أقول لكم أيها الكرام، قال النبي: هناك نساء من أمتي تبكي عليه وأنت تشفعين لهم، والرجال يبكون وأنا أشفع لهم. أيها الكرام، مولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعطينا، وهذا الحديث يعطينا رؤية أن كل من بكى على الحسين هو كرامة من كرامات الحسين، وجودي وحياتي وما رزقني الله إلى يوم القيامة من أنعم، من مال، من كرامة، فهو لأجل عيون الحسين سلام الله عليه. أيها الكرام، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في أيام ولادة الحسين كان إبراهيم ولده بعد لم يتوفى، كان إبراهيم ما متوفي، ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان طفل صغير. في يوم من الأيام كان النبي جالس، الحسين على فخذ وإبراهيم على فخذ آخر، وكان يلاطفهما النبي صلوات الله وسلامه عليه. نزل الحبيب جبرائيل حاملا الوحي إلى رسول الله، قال له: يقرئك العزيز الأعلى السلام ويقول لك أحدهما، يعني إما إبراهيم وإما الحسين. نبي الرحمة نظر إلى إبراهيم بكى، نظر إلى الحسين بكى، قال: خذ إبراهيم واترك الحسين. النبي صلوات الله وسلامه عليه جاء يهدي هذه الأمة، جاء يبني هذه الأمة، أعطى ولده، تنازل عن إبراهيم من نسله لأجل أن تهتدي هذه الأمة، لأجل أن نصلح، لأجل أن نكون على ما يريد الله سبحانه وتعالى. وأنا أختم حيث نحن نفرح أيضا مشاركة مع النبي، ننزل الدمعة على الحسين. وأقول لكم وصية المرجع النجفي وبها أختم: يا زوار الحسين، حينما تأتون الحسين وتدخلون قبره الشريف لا تنظروا إلى الذهب، إلى المري، إلى جمال البناء وجمال الضريح المبارك. يقول لك حينما تأتي إلى الزيارة انظر خلف هذا الشباك هناك صندوق، وتحت هذا الصندوق هناك قبر، وفي هذا القبر ماذا يوجد؟ هناك حصيرة بالية، وعلى هذه الحصيرة هناك جسد مقطع الأعضاء، محزوز النحر من القفا، روحي فداه، أضلاع مكسرة، وعلى هذه الأضلاع المكسرة هناك طفل رضيع مذبوح من الوريد إلى الوريد، وأيضا بلا رأس. المرجع يقول لك من الطب للحسين باوع بقلبك لهذا المنظر، وهناك سلم على الحسين من قلبك، واهتف باسم الحسين، وابكي، واقرأ الزيارة، وتصور هذا المنظر بهاي اللحظات وانت بهاي القرب من الحسين ومن قبر الشريف. قل له: إلهي اغتنم هاي الفرصة، زاير الحسين اغتنم هذه الفرصة. قل له: إلهي أنا أمام حبيبك الحسين، أنا مذنب، أنا فعلت كذا، أنا صنعت كذا، أنا أسأت، أنا أخطأت، وهذا الحسين شاهد. إلهي أستغفرك من ذنوبي وأتوب إليك وأعود وأقسم بقبر الحسين أني لن أرجع إلى أهلي إلا وأنا متغير. المرجع يقول لك لازم تأخذ بيدك علامة قبول الزيارة، أنك حينما تعود إلى أهلك
هناك أثر للزيارة عليك. اللي كان يسمع أغاني يبطل، اللي كان ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه يترك، المرأة اللي ما كانت ملتزمة بحجاب تلتزم. يسألون يقولون هذا شنو غيره؟ أنت منو غيرك؟ كلهم الحسين اللي ضحى بكربلاء، واللي قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأنا أمة جدة، يعني استشهد لأجل الحسين. الحسين غيرني. ونحن وإياكم أيها الجمع الكريم بهذه الدموع، بهذه الفرحة، بهذا الولاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويهدينا وأن يثبتنا على حب الحسين في هذه الدنيا وفي الآخرة، وأن لا نفارق الحسين، وأن نبقى معه وعلى عهده حتى يظهر المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف وينادي من هذا المكان: يا لثارات الحسين، وننادي معه جميعا لنطلب بثأر الحسين: يا لثارات الحسين، لكي نكون ممن ينصره وينتصر به ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے محترموں، میرے عزیزوں، ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے اس زمین کو امام حسین علیہ السلام کی آمد سے شرف بخشا ہے۔ جب نبی کو نے سنا کہ ولادت ہوئی امام حسین علیہ السلام کی، جلدی جلدی آئے، خوش بھی تھے اور گریہ بھی فرما رہے تھے۔ بہت سی روایتیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے گریہ کرنے لگے رسول اللہ، رونے لگے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا: بابا آپ آخر روتے کیوں ہیں؟ کہا: بیٹی تمہیں نہیں پتہ، میری امت میرے اس حسین کو شہید کر دے گی، قتل کر دے گی، اور زمانہ ایسا ہوگا کہ نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ فاطمہ آپ ہوں گی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا: بابا پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ کہا: خدا ایک شیعہ قوم کو پیدا کرے گا، شیعہ ہوں گے کہ جن کی عورتیں تمہاری عورتوں پہ گریہ کریں گی تو ان کی شفاعت فاطمہ آپ کریں گی، جن کے مرد ان مردوں پر گریہ کریں گے تو ان کی شفاعت میں کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے، خوشی کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی ہو۔ امام حسین علیہ السلام پر ہم جو گریہ کرتے ہیں یہ کرامات حسینی ہیں۔ عزیزو، جو بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ حسین کے لیے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب حسین کے لیے۔ رسول نے ولادت کے وقت گریہ کیا تھا۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی کے ایک بیٹے تھے جناب ابراہیم، کم سن تھے، زندہ تھے، اپنے ایک زانو پہ جناب ابراہیم کو بٹھالے ہوئے تھے، دوسرے زانو پہ حضرت امام حسین علیہ السلام بیٹھے تھے۔ حضرت جبریل وحی لے کر نازل ہوئے، کہا: خدا کا سلام آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ حکم خدا یہ ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ غور سے سنیے، ان دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، یا ابراہیم کو چن لیں یا حسین کو، یا ابراہیم کو لے لیں یا حسین کو لے لیں۔ رسول خدا نے کہا: ابراہیم کو لے لو، حسین ہمیں دے دو۔ اپنی امت کی ہدایت کے لیے، اپنی امت کی اصلاح کے لیے، خدا کی مرضی کے لیے رسول اللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ نبی کے ساتھ ہم خوش بھی ہو رہے ہیں آج، اس لیے کہ نبی خوش ہیں، ولادت امام حسین کا موقع ہے۔ ہماری آنکھوں میں آنسو بھی ہوں اس لیے کہ نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ والد محترم حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج حافظ بشیر حسین نقوی صاحب کی ایک نصیحت سے، وہ ہمیشہ فرماتے ہیں زائرین سے کہ جب کربلا آؤ، امام حسین علیہ السلام کی زریع حرم پہ جاؤ،
جب اندر جانا تو سونے چاندی یہ روشنیوں کو، ان شیشوں کو دیکھ کے تمہاری نظریں ان پہ نہ اٹک جائیں، ان کو دیکھتے نہیں رہ جانا، بلکہ تمہاری نظریں اس زری کے اندر اس صندوق پہ ہونی چاہیے کہ جس صندوق کے اندر ایک پامال چٹائی پر ایک بے سر لاش اور پامال لاش اب بھی ہے۔ اپنے دل کی آنکھوں سے اس صندوق پہ نظر کرنا، اسی صندوق میں آج بھی امام حسین کی پامال لاش ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اسی پامال لاش کے سینے پر ایک ننھے سے علی اصغر کا جنازہ بھی ہے۔ جب یہ منظر تمہاری آنکھوں میں آ جائے تو دل سے پھر حسین کو سلام کر کر حسین کو بلانا، حسین کو یاد کرنا۔ زائر حسین، آپ یہاں آئے ہیں، آپ اس موقع کو غنیمت سمجھو، امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر ہو، کہو مولا میں گنہگار ہوں، خدا کی طرف متوجہ ہوں کہ پروردگار میں در حسین پر آیا ہوں، میں گنہگار ہوں۔ اپنے اپنے ایک گناہ خود یاد کرو اور کہو مولا حسین میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، یہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں، یہ ہم نے کیے ہیں۔ پھر خدا سے معافی مانگو اور کہو مولا جب پلٹ کے ہم جائیں گے تو ان گناہوں کو دوبارہ ہم انجام نہیں دیں گے۔ کہہ رہے ہیں والد محترم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب زائر جائے تو اس کے ہاتھ میں اس کی زیارت کی قبولیت کی ایک نشانی ہونی چاہیے کہ اسے پتہ ہو کہ جو زیارت کر کے وہ جا رہا ہے تو اس کی زیارت قبول ہوئی۔ پہلے جب آیا تھا زیارت سے، اگر وہ گانا سنتا رہا ہو تو جانے کے بعد گانا نہ سنے، اگر کوئی برائیاں کرتا رہا ہو تو وہ برائیاں نہ کرے، اگر میری ماں بہنیں پردہ نہیں کرتی رہی ہوں تو جانے کے بعد باحجاب رہیں، بدل کر جائیں۔ آپ کے کردار میں، کریکٹر میں ایک مثبت تبدیلی آنی چاہیے، اور جب آپ بدل کر اپنے وطن جائیں، آپ کے لوگ آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، آپ کو بدلہ بدلہ دیکھیں گے، آپ سے سوال کریں گے، پوچھیں گے آپ کو کس نے بدل کر بھیجا ہے، آپ تو اس طرح سے نہیں تھے، آخر آپ تبدیل ہو کر آئے ہیں۔ تو ان سے کہنا مجھے حسین نے بدل کر بھیجا ہے، مجھے حسین نے تبدیل کیا ہے۔ ہم ان آنسوؤں کے ساتھ خوشیاں بھی منائیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ پروردگار، آخر میں یہ دعا ہے کہ ہم سب کی جس طرح سے ہدایت ہوتی رہی ہے اس طرح سے ہدایت ہوتی رہے، دنیا و آخرت میں، دنیا میں زندہ رہیں تو حسینی بن کر زندہ رہیں، موت آئے تو حسینی بن کر موت آئے، اور یہی سلسلہ اسی عہد و پیمان پر ہم باقی رہیں کہ جب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ اور یہ وہی کربلا ہے کہ جہاں ہمارے وقت کا امام یا سارات الحسین کی صدا بلند کرے گا تو ہم اس کی ان صدا پر لبیک کہنے والوں میں ہوں اور ان کے انصار میں شمار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔